الدولة التي أسقطت الطائرة الليبية في تركيا هي نفسها التي أرسلت طائرات مسيرة مؤخرا، إنها روسيا. كشفت الصحفية البريطانية هانا لوسيندا سميث عن الدولة التي تقف وراء إسقاط الطائرة الليبية في تركيا إنها ليست جارة السوء، ولا اليونان ولا الإمارات العربية المتحدة ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية. بحسب التقرير، قامت الشركة بتسيير عشرات الرحلات الجوية من مدن أوروبية مختلفة إلى بنغازي العاصمة الفعلية لحفتر، وتبين أن هذه الرحلات نقلت مرتزقة إيرلنديين إلى ليبيا، وخلصت اللجنة إلى أن هذه الأنشطة تعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2701. وفي تقرير سميث يبرز سياق العلاقات التركية الروسية بشكل أوضح من هذه النقطة فصاعدا، واستنادا إلى تحقيق نشرته صحيفة آيرش تايمز. أشارت سميث إلى أن جنودا ليبيين تلقوا تدريبات من قبل شركة آيرش تريننج سوليوشنز المرتبطة بشركة هارموني جيتس، توجهوا لاحقا إلى روسيا وشاركوا في حرب الكرملين ضد أوكرانيا. تم التأكيد على أن هذا الوضع ليس مفاجئا بالنظر إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعم خليفة حفتر، وأن ليبيا هي إحدى الساحات العالمية التي تتصادم فيها تركيا وروسيا من خلال قوى بالوكالة. أشار المقال إلى أن طائرات بايراكتار بدون طيار التي قدمتها تركيا لحكومة طرابلس لعبت دورا حاسما في وقف تقدم قوات حفتر نحو العاصمة في عام 2019. ووفقا لسميث فإن هذا الوضع يجعل ليبيا واحدة من الساحات التي يتجلى فيها الصراع على السلطة بين أنقرة وموسكو. وذكرت الصحفية أن الصلة الروسية تثير احتمال وجود عمل تخريبي فيما يتعلق بالحادث، وأن هذا الأمر غير معروف على وجه اليقين، ولكن بالنظر إلى أساليب الحرب الهجينة التي تتبعها إدارة بوتين لا يمكن استبعاد مثل هذا السيناريو باعتباره مجرد نظريات مؤامرة. وفي هذا السياق تم لفت الانتباه أيضا إلى المؤشرات الأخيرة على فتور العلاقات التركية الروسية. وذكرت سميث أن التقارير التي تفيد بأن الرئيس رجب طيب أردوغان يسعى إلى إعادة منظومات الدفاع الجوي S-400 إلى روسيا وإعادة التحالف مع الولايات المتحدة تعزز هذا السياق. كما استعرض المقال بعض الأحداث الأخيرة التي لم تحظى باهتمام جماهيري واسع، منها إسقاط الطائرات المسيرة في المجال الجوي التركي، وتحطم الطائرة العسكرية التركية في جورجيا الشهر الماضي، وطائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية يعتقد أنها سقطت بنيران أنظمة الدفاع الجوي الروسية في كازاخستان في ديسمبر كانون الأول. وأكدت سميث على ضرورة النظر إلى هذه الأحداث في سياقها العام، وذكرت أن كل هذه التطورات إلى جانب حادث تحطم الطائرة في أنقرة تثير سؤالا أكبر وأكثر صعوبة، وخلص تحليله على النحو التالي: الصورة الناشئة تثير التساؤل عما إذا كانت هذه الأحداث حوادث معزولة أم أجزاء من صراع أوسع تديره روسيا.